قبل ما نبدأ الفيديو لايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله جديد يوصلك بيه اشعار. ولو مهتم بالسفر والسياحة وتجارب والاراء المختلفة تابعني وشير الفيديو مع اصحابك عشان برضو يستفيدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. حابب قبل ما ابدأ الفيديو، وزي ما انتم شايفين طبعا عنوان الفيديو، الدول الممنوعة أو المحظورة من التقديم على اللوتري الأمريكي أو المعروفة باسم الهجرة العشوائية. في دول طبعا محظورة وممنوعة من إنها تقدم على الهجرة العشوائية. الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده حقيقي 100%. طيب قبل ما أبدأ الفيديو عشان بس ما انساش، حابب إن أنا أعتذر اعتذار بسيط، وهو إن أنا غلطت غلطة في الفيديو اللي فات في مواصفات الصورة بتاعة الهجرة العشوائية. أنا قلت إن مواصفات الصورة لا تزيد عن 370 كيلو بايت ولا تقل عن 260 كيلو بايت. الحقيقة إن الموضوع اختلف معايا في يعني المواصفات بتاعت الصورة دي مش هي مواصفات صورة الهجرة العشوائية. مواصفات صورة الهجرة العشوائية لا تزيد عن 240 كيلو بايت. دي المواصفات الحقيقية للصورة. 5 في 5 خلفية بيضة، 600 بكسل في 600 بكسل. الكيلو بايت بتاعها لا يتعدى ال 240 كيلو بايت. طب ايه بقى الرقم اللي انا قلت المره اللي فاتت ده؟ الحقيقه ان انا يعني بجهز لكم في الفتره الجايه دي فيديو قوي جدا عن بلد ما. مش عايز اقول اسم البلد واحرق الفيديو. البلد دي فيها مواصفات من ضمن الاوراق المطلوبه، فيها مواصفات الصوره الشخصيه بتاعتك، هي مواصفات الصوره اللي انا قلتها الفيديو اللي فات. فمعذره طبعا الامور اختلطت عليا تماما، فاسف جدا. طيب نبدا الفيديو بتاع النهارده. وحابب برضو قبل ما ابدا الفيديو اذكركم تاني، اللوتري الامريكي يا جماعه، الهجره العشوائيه، بلاش تتجاهلوا قصه اللوتري الامريكي، بلاش تتجاهلوا القصه دي. الموضوع في غايه الاهميه. مفيش حاجه اسمها انا معيش فلوس اقدم، التقديم مجانا. احط لك لينك التقديم في صندوق الوصف وفي اول تعليق، اللينك بتاع الحكومه الامريكيه، اللينك الرسمي للتقديم على اللوتري الامريكي هحطه لك في صندوق الوصف وفي اول تعليق في الفيديو. وهحط لك كمان لينك موقع تقدر تكشف عن صورتك ان كانت صورتك مؤهله ان هي تقدم او لا، لان الصوره زي ما احنا قلنا ليها مواصفات. لما بتروح تتصور، المصور بيبعتها لك PDF على الواتساب بتاعك. تمام؟ انت في الموقع ده انا هحط لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف وفي اول تعليق في الفيديو برضو. تمام؟ هتقدر ان انت تدخل على الموقع عادي جدا، وهيقول لك حمل الصوره بتاعتك، هتحمل صورتك، وهيقول لك ان كانت الصوره دي مطابقه للمواصفات او لا. فالموضوع بسيط وسهل. تمام؟ هحط لك برضو لينكات الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت، اللي هو انا عامل جزء اول وجزء تاني عن اللوتري. اول فيديو بيتكلم عن ما هو اللوتري الامريكي، تعريف اللوتري الامريكي. الفيديو التاني بيتكلم عن لو ان شاء الله حضرتك نجحت او حضراتكم يعني الحمد لله نجحتوا، ايه المصاريف اللي بتتكلفوها من اول ما بتنجحوا لحد لما بتطلعوا وتحطوا رجليكم في امريكا ان شاء الله. تمام؟ هسيب لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات دي برضو في صندوق الوصف وفي التعليقات بتاعت الفيديو ده برضو. تمام؟ فحابب برضو انبهك للمره الاخيره، وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، هتلاقيني كل يومين كل 3-4 ايام طالع لك زي العفريت بقول لك اللوتري، قدم على اللوتري. ما فيش حاجه اسمها ما تقدمش، قدم على اللوتري. لازم تقدم. ما فيش حاجه اسمها انا معيش فلوس، زي ما احنا قلنا التقديم مجانا. ما فيش حاجه اسمها اصل انا، طب انا لما اكسب هعمل ايه؟ هجيب الفلوس منين؟ قلت قبل كده اللي كرمك ونجحك صدقني هيكرمك وهيطلعك. بلاش اليأس يا جماعه، بلاش اليأس. اليأس من امور الشيطان، فبلاش نيأس، بلاش نيأس. ده مستقبل. انا بكلمك على اسهل برنامج هجره في العالم، اسهل برنامج هجره في التاريخ كله اتعمل. انت متخيل ان انت تقدم ابلكيشن بسيط او تملى فورم بسيط، يعني ما فيهوش اي معوقات نهائي، وبعد كام شهر يقول لك ان كنت انت نجحت ولا ما نجحتش. ولو نجحت بتؤهل ان انت تطلع الولايات المتحده الامريكيه وبتاخد حاجه اسمها الجرين كارد. الجرين كارد دي في الولايات المتحده الامريكيه هي البطاقه الخضراء. البطاقه الخضراء اللي انت تقريبا لو حصلت عليها انت 70% مواطن امريكي، 70% مواطن امريكي. انت في دول كتير جدا بتخشها بس بالجرين كارد عشان معاك الجرين كارد، مش لازم يكون معاك الباسبور الامريكي. تمام؟
بعد 5 سنين من اخذك للجرين كارد بتقدر تحصل على الجنسيه الامريكيه. واحد من اقوى 10 باسبورات في العالم، مصنف السابع عالميا في الباسبورات. تمام، تقريبا بيسمح لك بدخول 196 دوله حول العالم، منهم دول بدون تاشيره، ومنهم من ال 196 دول بدون تاشيره نهائي. تحجز تذكرتك، تذكره الطيران، تحجز الفندق بتاعك وتروح، محدش بيقول لك انت رايح فين. تخش المطار او توصل البلد اللي انت قصدها، بتختم دخول، تختم خروج، ولا كان في اي حاجه حصلت. طبعا منهم دول الاتحاد الاوروبي كله، دول الشنجن 27 دوله في اوروبا مسموحه للباسبور الامريكي ان يخشها لمده لا تزيد عن 90 يوم. تقدر تقعد في اوروبا 90 يوم بالباسبور الامريكي. طب لو انا معايا الجرين كارد، لا، هي لو انت معاك الجرين كارد في بلاد كتيره طبعا مسموحه لك انك تخشها، ولكن دي محتاجه فيديو لوحدها. احنا بنتكلم على الباسبور الامريكي لان موضوعه سهل شويه. تمام، انت معاك الجنسيه الامريكيه تقريبا، يعني خلاص انت ما شاء الله يعني بتخش دول كتيره جدا. في دول كتيره جدا بتخشها بتاشيره عند الوصول، دول كتيره جدا بدون تاشيره، دول كتيره جدا بفيزا ارايفل اللي هي قلناها عند الوصول. في دول كتيره جدا تقدر تستخرج تاشيراتها الكتروني. فالموضوع بلاش استهتار فيه. تمام، الموضوع مكلف، الموضوع مكلف شويه، ولكن مش مكلف في التقديم، لا انت بتقدم عادي، الموضوع ببلاش، يعني انت بتقدم ببلاش. تمام، وقلت برضو في الفيديوهات اللي فاتت لو انت مش عارف تقدم خالص، لو انت ميح مش عارف تقدم، مفيش اي مشكله، ده طبيعي جدا. تقدر تتواصل معايا على لينك الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعي بتاع الفيسبوك، صفحه الفيسبوك بتاعتي الرسميه. تقدر تخش عندي وتكلمني على الخاص وتقول لي لو سمحت انا عايز اقدم في الهجره العشوائيه. نخش النهارده في موضوع الفيديو، وهي الدول المحظوره من انها تقدم او الممنوعه من التقديم على اللوتري الامريكي او الهجره العشوائيه. ايه الكلام ده؟ بنقول ان دول العالم، عدد دول العالم هم 205 دولة. طبعا هم 204 بس بالنسبة لي، مش 205، لان في دولة فيها دولة اللي ما يتسموش. تمام، دي انا طبعا ما بعتبرهاش ان هي دولة نهائي وغير معترف بيها بالنسبة لي. اللي عايز يقول ان هي دولة يقول دولة براحته، انا ماليش علاقة بيه. انا العالم عندي 204 دولة مش 205 دولة. تمام، طيب هل ال 204 دولة دول كلهم بيقدموا على اللوتري؟ الحقيقة ان في منهم 19 دولة غير مؤهلة انها تقدم على اللوتري الامريكي. السبب الواضح المفسر في المواقع والويب سايتس ان الدول المؤهله انها تقدم على اللوتري الامريكي، وطبعا منها دولنا العربيه كلها، مؤهله انها تقدم على اللوتري الامريكي. المواطن السعودي، الكويتي، الاماراتي، القطري، البحريني، المصري. السبب بقى اللي يخلي الدول دي تقدم والدول دي ما تقدمش، انا عرفت السبب اللي يخلي الدول دي بتقدم. طب ليه الدول دي بتقدم؟ لان هي عدد الهجره فيها منخفض نوعا ما، فتقدر ان هي تقدم على اللوتري عادي. معدل الهجره فيها منخفض، فتقدر ان هي تقدم على اللوتري بدون اي مشاكل. طيب خلينا نخش في موضوعنا على طول، وهي الدول المحظوره او الدول الممنوعه انها تقدم على الهجره. انا كاتبهم في ورقه عشان بصراحه ما انساهمش، 19 دوله كتير. اول دوله هي بنجلاديش. تاني دوله البرازيل. تالت دوله كندا. دولة الصين وما فيهم هونج كونج. طبعا هونج كونج زي ما احنا عارفين هي دولة ليها سيادة خاصة وليها اقتصاد خاص، وهي تعتبر بوابة الصين، يعني هونج كونج هي بداية الصين. تمام. خامس دولة كولومبيا. سادس دولة كوبا. سابع دولة جمهورية الدومينيكان، لأن في جزيرة أو دولة اسمها الدومينيكا. الدومينيكا دي تبع دي جزيره في جزر الكاريبي، برضو هي ليها دوله وليها سياده خاصه وليها حكومه خاصه، وتابعه للكومنولث البريطاني او تبع الاتحاد البريطاني او التاج البريطاني. هي جزر تبع الاتحاد البريطاني. تمام، ولكن هي دوله منفرده بنفسها ولها رئيس ولها حكومه الخاص بيها. فالدومينيكا حاجه وجمهوريه الدومينيكان حاجه تانية. فجمهوريه الدومينيكان هي اللي ممنوعه. تمام. ثامن دولة السلفادور. تاسع دولة هايتي. عاشر دولة هندوراس. 11 دولة، الدولة ال11 الهند. الدولة ال12 جامايكا. الدولة ال13 المكسيك. الدولة ال14 نيجيريا. الدولة ال15 الباكستان أو باكستان. ال16 فلبين. 17 كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. دولة كوريا كلها، قارة كوريا كلها. طبعا زي ما احنا عارفين كوريا الجنوبية دلوقتي دولة وكوريا الشمالية دولة.
هي الحقيقه ان الكوريتين ممنوعين طبعا من التقديم على الهجره العشوائيه، لان كوريا طبعا زي ما احنا عارفين زمان كانت كلها دوله واحده. كوريا كان كوريا، ما كانش في كوريا الشماليه والجنوبيه. من فتره طبعا مش قصيره بقت كوريا الجنوبيه حاجه وكوريا الشماليه حاجه، فاصبح ان كوريا كلها على بعضها الجنوبيه والشماليه ممنوعه من التقديم على الهجره العشوائيه. ودي كانت البلد ال 17 معانا، خلينا نقول البلد ال 18 هي فنزويلا، البلد ال 19 فيتنام. دول يا جماعه الدول المحظوره، طبعا هكتبه لكم في صندوق الوصف وهقول لكم على كل حاجه. الدول دي هكتبها انا اسف في صندوق الوصف وهكتبها في اول تعليق. دي الدول المحظوره من التقديم على اللوتري الامريكي. تمام. طيب خلينا برضو ندي لمسات بسيطه. اللمسات دي بتقول مثلا انا مواطن مصري، انا مواطن مصري واحمل الجنسيه الكنديه. انا مواطن مصري مقيم في كندا، تمام، واحمل الباسبور الكندي او الجنسيه الكنديه. هل ينفع ان انا اقدم على اللوتري؟ بقدم على اللوتري بالباسبور بتاعي المصري. تمام. طيب خلينا نعكس الايه. انا مواطن كندي ومعايا الباسبور المصري. انا مواطن كندي ومعايا مواطن كندي اجنبي ومعايا الباسبور المصري، معايا الجنسيه المصريه مثلا. تمام. هل ينفع اقدم على اللوتري الامريكي؟ برضه ينفع اقدم على اللوتري الامريكي. طب ازاي؟ ما انا مواطن كندي اساسا. لا، ما هو انت مواطن كندي ومواطن مصري، انت تحمل الهويتين، فانت بتقدم بالهويه المسموح بيها انك تقدم. انت معاك الباسبورين، بتقدم بالباسبور المسموح ليك. تمام. طيب خلينا نقول لو انت مواطن كندي وتحمل الجنسيه الصينيه، او لو انت صيني وبتحمل الجنسيه الكنديه، او لو انت مثلا هندي وبتحمل الجنسيه البرازيليه، او لو انت مواطن من دوله بنجلاديش وبتحمل الجنسيه البرازيليه. حضرتك للاسف ايا كان حامل اي جواز سفر من الجوازات دي، تمام، هو غير مؤهل للتقديم على الهجره العشوائيه. انما انت مواطن دوله مؤهله ومقيم في دوله غير مؤهله، عادي تقدر تقدم على الهجره العشوائيه. طيب فدتكم في الحلقه دي، واتمنى تكون الحلقه دي ان شاء الله نالت اعجابكم، وان شاء الله باذن الله استنوني في فيديوهات جديده قريب باذن الله بمواضيع مختلفه تماما، ولكن هتبقى مختلفه عن موضوع اللوتري الامريكي او الهجره العشوائيه. شير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله جديد يوصل لك بيه اشعار. ولو مهتم بالسفر والسياحه والتجارب والاراء المختلفه، تابعني وشير الفيديو مع اصحابك